السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات ووصفات. اليوم درنا واحدة المادلين ما نحكي لكمش عليه. شوفوا السر تاع المحلات راه هنا في هذه الوصفة. تبعوا معايا كامل المراحل وطريقة التحضير وخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش خوتي بالاشتراك واللايك. هذا كمشروع ك كحفلة ولا عندكم كاش حاجة، شوفوا غير اعتمدوا هاد الوصفه ما تبدلوهاش، راح تعجبكم. راح يجي كيما تاع برا، كيما هذوك تاع المحلات ولا كيما هذوك اللي يبيعوه في السوبرات هكا ولا في الحوانيت هذوك تاع الساشي. المهم نبدو بسم الله على بركه الله ونصلوا على افضل واشرف الخلق والانام. هنا راح نجيبو زوج حبات تاع بيض، راح نخدمو غير بزوج حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، تكونوا جايبينهم ديجا من الثلاجه. راح نستخدم كيس تاع لافاني، تنجمو نتوما تستخدموا لافاني تاع البودر هذيك تاع القوطي نورمال. هنايا عندي شغل زوج قطرات تاع الاروم تاع البندق، هذه درتها اختياريه. زدت معاها نص كاس تاع الزيت، هذه في زوج حبات بيض راح نديرو من كل حاجه نص نص نص. نص كاس تاع السكر عفوا، ونص كاس تاع الحليب. راح نضيفو كامل المكونات في خطره. والمكون السري اللي راح يمد لها هذيك الهشاشه وهذيك الطراوه تاع برا نقولها لكم. عندي هنا كاس ونص تاع فرينه تكون مغربله، نضيفو كاس ونص كيما راني نقول لكم كيما ديروا. هنايا راح نضيفو ملعقه صغيره تاع الميكسو، هذا الميكسو هو المحسن تاع هاد لا جينواس تاع المادلين تاعنا. كون ما ديروش هذا ما غاديش يخرج لكم تاع برا. المهم نضربوا كل شيء في خطره، راح تولي لنا كيما لاجينوز. نضربوا مليح واحد 5 دقائق هكا وحنا نضربوا. هادي اوليو كنضربوا البيض وحده والسكر ومن بعد نزيدوا الحليب والبيض او الزيت وكاع، راح نضيفوا كل شيء في خطره، وهذاك المحسن هو اللي راح يحسن لنا لاجينوز تاعنا. شوفوا الخليط تاعنا كيفاش ولا ابيض ولا ثقيل، كمل قرايته. راح نضيف هنايا كيس تاع خميره كيميائيه، خميره تاع الكاطو، وراح نضرب غير ضربه هكا خفيفه بالباتر، ما لازمش نضربو بزاف صاي كي نديرو الفرفاره من حنا نقولها الفرفاره هنايا في الجزائر. المهم هنايا صايبو راح نجيبو غرفيه صغيره كيما هكا وراح نقسم الخليط. راح ندير قيس 5 معالق هكا ولا 4 معالق هكا كبار، هذا غير باش نزوق من الفوق، هذه اختياريه تنجمو تستغنوا عليها. المهم هاد لاجينواز ناكد لكم ونعاود لازم تجربوها ولازم تديروها كمشروع مربح. هنا راح نحط شويه تاع لاجينواز في هكا بول هكا يكون صغير، وراح نضيف له انا هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع الكاكاو. راح نضيف المغرفه الاولى ونزيد المغرفه الزوجه، هذه مغرفه تاع قهوه ديك الصغيره. وهنايا الثالثه قلت درت غير نصها، والنص الاخر غادي تنخلط شويه عاد باش نزيده باش ما يتدلعليش بزاف في الكسمه. انا الخليط كان عندي ثقيل باش من داك الكاكاو كاع لازم نزيد معاه قيس 3 مغارف هكا تاع حليب، ونبدو نضربو في الخليط تاعنا كيما راكم تشوفوا. شوفوا ما تخافوش كاع من هذا تقولوا يهبط لكم ولا ما يهبط ما والو معيت ما نضرب وما هبطش كاع قعد في بلاصته. المهم هاد لاغوسه تنجمو تستخدموها حتى كجينواز الباتيسري ولا. هنايا جبت لي مول تاعي تاع المادلين بيهم بلي كيسات تاعهم. هنايا راح نبدا نفرغ، راح ندير هنايا الخليط الابيض كيما راكم تشوفوا هكا، ونزيد نديرهم كاع كشغل فاصون نعمر كاع لي مول تاعي بالخليط هذاك الابيض. هادي خاصكم تعتمدوا عليها هاد الوصفه هادي والله لا مجربه ومضمونه 100%. والسر تاع المحلات هذا هو. راح ندير هكا كشغل كي نقطه هكا من الفوق، ونزيد هكا مغرف من الفوق هكا تاع شوكو. هنايا يبالكم بالك الشوكو بالك يبالكم عاد كلاغ، بصح هو كي يطيب يعاود يولي فونسي باسكو لا جينواز ديجا جايه بلون بزاف، صافي غادي لو كان نكثروا الكاكاو غادي تولي لنا مره لا جينواز تاعنا ديك النوار.
هنايا جبت لي بيبيت هكا تاع الشوكولا، رشيتهم من الفوق عادي، وكنت مشعله ديجا الفرن تاعي يحمى، شعلته يسخن على 180 درجه، وتخلوها طيب على راحتها، تحمروا تشعلوا عليها من تحت، تخلوها طيب مليح، ومن بعد تشعلوا من فوق وتخلوه يحمر كيما هكا. شوفوا النتيجه، شوفوا جا ما شاء الله، والله الا جا روعه. مانيش نشكر في روحي بصح خاصكم تجربوه وانتم اللي راح تشكروني. ما تنسوش تجربوه وتجربوا عفوا وتخلوا لي رايكم في التعليقات. انا راح نقسم معكم الحبه تشوفوا كيفاش جات. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، جا روعه روعه روعه. الصوره راهي تهضر على روحها، لو كان تصيبوا كيفاش تدخلوا من التليفون وتذوقوا تدخلوا. المهم خليتكم على خير، والى الوصفه القادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.